السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وفي أحسن حال، رجعت لكم بقى بفيديو جديد يا رب يعجبكم، متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد أنزله. أول حاجة كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا كده نبدأ ونقول بسم الله. بقى لي كتير كده ما نزلتلكمش فيديوهات، عايزة أقول لكم إن أنا جالي دور كده في زوري، كان عندي التهاب فيروسي زي ما كنت قايلة لكم إن أنا معايا كحة ما كانتش بتخلص، فتعبت جدًا ورُحت للدكتور، فالحمد لله يعني كتب لي بقى على علاج كتير، وجوري طبعًا اتعدت مني وأنا اتعديت منها، فكنا تعبانين جدًا، فعايزاكم تدعوا لي كده إن ربنا يشفيني يا رب ويقومني بالسلامة عشان خاطر جوري كمان. بس عايزة أقول لكم بقى إن أنا قاعدة هنا عند بيت أهلي بقى لي كذا يوم، لإن أنا بجد تعبانة خالص مش قادرة أعمل أي حاجة في البيت. فالحمد لله بدأت أشد حيلي شوية يعني، فقُلت بقى أقوم من على السرير لإن أنا الواحد جه بقى قاعد كده مش بيعمل حاجة زهقان، فقُلت بقى أعمل لكم روتين هنا. فزي ما أنتم شايفين كده بقى صحينا من النوم والدنيا مبهدلة وبايظة، وعايزة أقول لكم بقى هنا العلاجات الترابيزة دي كلها علاج، كله تعبان هنا في البيت. فهابدأ كده معاكم روتين بقى إن أنا أضبّط الأوضة وكده اللي أنا قاعدة فيها، فحبيت كده إن أنا أشارك معاكم. دلوقتي هاغيّر الدفايات اللي مفروشة على السرير دي وأفرش دفايات تانية، واضبّط الدنيا كده واروّقها. أول حاجة أنا أصلًا كنت هاعمل والله من غير ما أصور لكم، وبعدين قُلت لأ بقى لي كتير ما نزّلتش فيديو، فقُلت أطمنكم علينا وكده، فقُلت أصور لكم يعني فيديو كده سريع. فدلوقتي بقى بُصّوا أنا نزّلت اللحاف اللي كان موجود هنا والمخدة، وهاشيل بقى الدفاية دي وأنضّف السرير كده واضبّطه، وأفرش بقى الدفاية التانية دي، برضه هاعمل السرير ده كده نفس الموضوع، أضبّط الدنيا وأروّقها وأغيّر كده. بُصّوا هنا الكوتوبات بقى وحاجات بتاعة عيال أختي وكده، معلش اعذروني زوري تعبني فمش قادرة أتكلم. فبس كده، فإيه هنضبّط الدنيا برضه هنا وهنا كده ونضبّط كل حاجة ونكنس الأرض وأضبّطها، وبعدين نطلع على برّه بقى هاوريكم برضه برّه هنعمل إيه. بس نخلّص الأوضة هنا كده وأوريها لكم، وبعد كده نطلع نشوف برّه هنعمل إيه. هنا طبعًا كنت خلّصت بقى وفرشت، بس عايزة أقول لكم إن أنا فرشت كده على قدّي، يعني برضه مش مضبّطاها أوي، بس على حسب يعني ما أنا قدرت إن أنا أعمل بقى كده أحسن من الأول يعني، علشان الدنيا كانت مبهدلة وبايظة، فرتّبتها كده إيه، واحدة، واحدة يعني على مهلي، مش ترتيب اللي هو يعني العميق التنضيف العميق أوي، بس حاولت إن أنا أضبّطها وأرتّبها، والحاجات اللي على الترابيزة برضه حاولت إن أنا أضبّطها كده وأرتّبها، وكنست الأرض. طبعًا الشنط بتاعتي اللي فيها حاجتي أنا وجوري محطوطة أهي، جنب السرير اللي أنا إيه، بانام عليه، عشان تبقى قريّبة منّي يعني وكده. وهنا الأرض أهي اتكنست بقى واتضبّطت وكده، فبقت الأوضة يعني شكلها مترتّب شوية. هنا طبعًا الأوضة التانية أهي رتّبتها برضه وضبّطتها وطبّقت كده البطاطين والحاجات، برضه فرشنا دفايات جديدة. عايزة أقول لكم إن إحنا كنا غاسلين امبارح وبقى في غسيل كتير برّه، هاوريكم برضه في آخر الفيديو كده الغسيل اللي أنا لمّيته وكده. بس فالمهم يعني ده شكل الأوضة التانية أهي، طبعًا أنتم عارفينها يعني عملت كذا روتين فيها قبل كده. طبعًا السرير ده لمّا ولدت كنت نايمة عليه، لمّا ولدت يعني كنت هنا عند أمي ما كنتش في بيتي، فليها ذكريات عندي يعني إيه، الأوضة دي. فهنا بقى كده ضبّطت الأوضة دي برضه وروّقتها. عايزة أقول لكم والله العظيم ما رضيتش أصورها لكم قبل يعني أمّا أنضّفها عشان كان منظرها عاملة زي سوق الكانتو، أقسم بالله كانت بايظة خالص، خالص، خالص. بس الحمد لله يعني ضبّطتها أهي زي ما أنتم شايفين كده ورتّبتها، وكمان السراحة زي ما أنتم شايفين حطيت الحاجات اللي تحت دي كده ومسحتها من التراب وضبّطتها عشان تبقى نضيفة يعني. فهنا بقت متروّقة أهي وبقت متضبّطة، وفرشت بقى فيها السجادة دي، كانت الأول ما فيهاش سجادة كان فيها مشّاية كده بس، فحاولت بقى إن أنا أضبّطها. وما تقوليش طبعًا دي إيه، دفاية أطفال عشان ما كانش في دفايات تانية نضيفة، فما لقيتش بقى غير دي، فاضطريت إن أنا أفرشها وخلاص مش مشكلة. ففرشتها كده زي ما أنتم شايفين أهي، بس يعني شكلها حلو يعني وعلى قد السرير، فقُلت بقى مش مشكلة أفرشها وخلاص دلوقتي لغاية إيه، ما نغسل التانيين وبعد كده نبقى نفرشهم يعني لمّا ينشفوا. بس فخلّصت بقى كده الأوضة وضبّطتها بقت نضيفة خالص أهي زي ما أنتم شايفين. قولوا لي برضه رأيكم إيه فيها. كنت عايزة أصورها لكم والله قبلها بس ما رضيتش، قُلت لأ خلّيهم يشوفوها نضيفة كده. أنا طبعًا الغسيل أهو اللي كنت باقول لكم عليه كنا غاسلينه امبارح، لميته بقى عشان كان طبعًا في هدوم جوري، عشان كنت مغيّرة لها هدومها وكده، فغسلناهم بقى امبارح ولميتهم. فهابدأ بقى إن أنا أطبّقهم كده وأشيل هدوم جوري كده على جنب، والهدوم التانية برضه نطبّقها وأحطها في الدولاب وكل واحد إيه ياخد هدومه كده. بس فده كان الروتين بقى النهارده. أنا ما رضيتش يعني إن أنا أطوّل أكتر من كده، لإن يعني لسه الواحد تعبان وكده، فوالله مش قادر يعمل حاجة، بس حبيت يعني إن أنا أعمل معاكم روتين خفيف سريع كده
عشان أطلع يعني وما أتأخرش عليكم أكتر من كده، لإن بقى لي فترة كبيرة ما نزّلتش أي حاجة وكده بس. إن شاء الله بقى أشوفكم فيديو تاني على خير، وما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. مع السلامة.